اللي بيحب الحب المعروف اللي بيبقى ما بين اتنين بيحبوا بعض، تلاقيه بيقولك انا لما بشوفها ضربات قلبي بتزيد. انا ما بعرفش انام طول الليل. انا طول اليوم بفكر فيها. من الاخر كده بتلاقيه عارف ان دي اعراض ومظاهر الحب. طب واخيرا اللي بيحب العربيات، يا ترى ايه اعراضه؟ ويعرف منين انه بيحب الحب اللامشروط ده؟ وكيف له ان يعرف انه اصيب بهذا العشق الجنوني؟ بص بقى، انا اصلا عارف انك طالما بتشوف فيديو على القناة دي يبقى انت حد بتحب، او على الاقل مهتم بمجال العربيات. لذلك انا جاي اطمنك يا معلم واقول لك انك ماشي على الطريق الصحيح. وما تقلقش، في شويه اعراض كده انت بتمر بيها كلنا بنمر بيها. كلنا ده اللي هو احنا الجماعه اللي بنحب العربيات. وبالتالي تعالى اقول لك على كام حاجه كده تعرف منها انك اتلطيت يا معلم، واقع وغرقان لشوشتك. الحقيقه بقى ان موضوع حب العربيات ده بيبدا من الطفوله، ومش شرط يستنى عليك لحد ما تكبر. بما اني مريت بالموضوع ده فخليني بقى ايه احكي لك واقول لك الموضوع جه ازاي. بص، انت لو دخلت محل العاب ولقيت نفسك لا إرادي كده إيدك بتروح على الرف اللي فيه العربيات، ولقيت نفسك عمال بتجمع منها مجاميع بقى، سواء العربيات الصغيرة على العربيات الكبيرة على العربيات الملونة على العربيات النقل على العربيات الملاكي على الموتوسيكلات. شكرا يا معلم، خلاص بدأ، رجلك جت. كذلك احنا على جدنا واحنا صغيرين كنت تلاقي بقى ايه، ان انت بتقعد تستنى اعداد المجلات اللي هي بتاعت العربيات، وحافظ وقتها وعارف المجله دي بتطلع يوم السبت والمجله دي بتطلع يوم الاربع، ومش عارف في عدد مميز بيطلع يوم كام في الشهر. وكذلك الجرايد كنت تبقى برضو عارف ان الجورنان ده الاسبوعي بتاعه بيبقى بينزل صور عربيات كذا، فهروح استناه وهروح اجيبه. دلوقتي اعتقد الجيل الحالي ممكن سهل جدا بقى، عنده فيسبوك وعنده انستجرام وعنده 100 ويب سايت يقدر يتابع منهم الحاجات دي. من الاعراض برضو بقى المميزه جدا اثناء الطفوله، ان انت لو قعدت جنب ابوك وانت سايق هتلاقي نفسك عمال كل شويه بتزن عليه: بابا عاوز اجرب اسوق، بابا طب بص خدني على حجرك وهلف الدركسيون، طب بابا ممكن اضرب كلاكس. هتلاقي نفسك قاعد بتفرك مش قادر تستحمل. حتى لو ركبت بقى جنب اي حد غريب حتى وهو سايق هتلاقي نفسك عمال بتركز هو بيسوق ازاي، طب هو بيعمل ايه برجليه، طب الدواسات ايه، طب امتى داس دبرياج، طب امتى داس فرامل، طب امتى بيدوس بنزين. وهتلاقي نفسك طول الوقت قاعد بتتابع كل تفصيله في اللي بيعملها الراجل اللي بيسوق ده. تبدا بقى بعد كده واحده واحده تكبر، وخلاص مرحله الطفوله بتخلص، وطولت شويه وراسك بقت جايبه الازاز بتاع العربيه. هتبدا تنتقل لاعراض تانية خالص. الاعراض دي بقى زي ايه؟ هتلاقي نفسك طول ما انت ماشي في الشارع وفي عربيات راكنه هتلاقي عينك دايما باصه جوه العربيات دي. بتبص بقى على الكماليات اللي في الصالون، بتشوف لون الفرش، بتشوفه اصلا ده جلد ولا قماش. هتلاقي عينك بقى عمال تشوف الاكسسوارات، هل الراجل ده حاطط هولدر موبايل، طب في كفر دريكسيون. بالمناسبه يعني لو انت كنت فوتت فيديو الاكسسوارات اللي موجود على القناه هتلاقيه طالع لك فوق كده في الكاردز، تقدر تدوس عليه وتتفرج على حاجات وتديك افكار اكسسوارات. المهم، من ضمن الحاجات اللي انت هتلاقي نفسك برضو عينك تلقائي كده بتروح عليها الفتيس. هتلاقي نفسك بتبص كده، هي العربيه اللي واقفه دي هي دي مانيوال ولا اوتوماتيك؟ معرفش ليه مع انك مش هتشتريها يعني، بس انت بتبقى عندك الفضول ان انت عايز تعرف العربيه دي ايه. فكرك يعني ان الموضوع كده واقف عندك خلاص؟ لا 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 لا، بالعكس خالص. انت اصلا حتى اصحابك يا عيني بتبهدلهم معاك، منين ما تقعد في وسطيهم ولا تبقى ماشي معاهم. يا عيني يا ليلي بقى لو عدت من جنبك عربيه هتفضل بقى تصدعهم وتلاقي نفسك عمال بتقول لهم العربيه دي كانت 110 حصان في الموديل بتاعها اللي هو كان بينزل سنه 99، لما غيروها وبقت بتنزل في 2003 بقت 120 حصان. العربيه دي كانت فرنساوي 100%، دلوقتي بقت فرنساوي تقفيل تركي. ويا عيني هم نفس اصحابك دول لو عدت من قدامهم بنت حلوه ولا حاجه تلاقيهم بيشاوروا لك يقولوا لك بص البنت دي. انت برضو مش هيبقى شغلك الكلام ده على قد ما هو بص لا يا جدعان شايفين اصلا البي ام اللي هي نازله منها. عرض كمان كده من الاعراض اللي هي اصلا بتخليك تبتدي يا عيني تشك في قواك العقليه. بس انا برضو تاني بطمنك اهو بقول لك يا سيدي ما تخافش انت سليم، واحنا في مننا كتير والله. هتلاقي نفسك يا عيني وانت ماشي كده هتحس ان في عربيه بتبص لك وهي مكشره، او ان في عربيه بتبص لك وهي عايزه تخبطك مثلا. هتلاقي ان انت بتبص العربيه تانية تقول الله بص العربيه دي شكلها بيضحك، بص العربيه دي شكلها حزين. الحاجات دي هي بتبقى في دماغك انت. فيا ريت يا ريت يعني لو جنبك حد ولا حاجه يا ريت ما تشاركوش الافكار دي علشان هو هيبقى شاكك فيك 100%. ومش بعيد مش بعيد يبلغ عنك علشان ياخدوك. تيجي بعد كده وتلاقي الموضوع عمال يزيد معاك، وهتدخل في نوع كده من انواع الادمان الجميل. انت يا عيني لو انت ماشي في الشارع كده ولقيت محل بتاع اكسسوارات عربيات،
هتلاقي نفسك رجليك تلقائي كده يعني بتتسمر في مكانها، وهتلاقي نفسك واقف قدامه عمال بتتفرج على الحاجات اللي معروضه. الشمس بقى تشرق، الشمس تغرب، ناس تروح ناس تيجي، انت واقف مكانك مالكش دعوه بحاجه، عمال بتتفرج على المعروضات. وكمان اصلا هتلاقي الناس اللي شغاله جوه هم عارفين خلاص ده ده اللي بيجي هنا بيبات ده. وانت كمان مع الوقت هتلاقي نفسك اتسحبت عليهم، لان تلقائي هتلاقي نفسك كل شويه بتدخل فلوسك رايحه على فواحه، على اكسسوارات، بتجيب حاجات انت اصلا نفسك ممكن تبقى مش عارف بتستخدم في ايه بس انت حبيت تشتريها، وهكذا. المهم يا سيدي، اللي انا عايزك تبقى عارفه ان الحياة جمايل، وانا زي ما طمنتك كده وعرفتك ان انت طبيعي، عايز منك جميلة. عايزك كده بما انك حد بتحب وبتهتم بالعربيات، تدخل كده القناة تتفرج وتشوف الفيديوهات، هي اكيد ان شاء الله هتفيدك. وشوف لو عندك حد صاحبك بيحب العربيات، ابعت له الفيديو ده وقول له انت، واكتب لي في التعليقات تحت لو عندك اي عرض من اعراض حب العربيات وانا ما قلتهوش في الفيديو.